الو. انت بقى عنتر اللي بتهددني؟ انا عنتر ما بهددك؟ وانت لا تشتم في الناس من غير دليل؟ انت تهددني اقسم بالله لعلقك انت والغوره من بضانك يا خول. تعلقني من بضاني وانت عندك بضان اصلا؟ هتشوف. انت هتعمل ايه؟ هتشوف. تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ايه؟ مش هعمل حاجه، انا انسان محترم ما اعملش حاجه مع الناس اللي زيك، انا انسان محترم اخد حقي. انت هتهددني. انا محترم غصب عني. انت ايه؟ محترم يقول لواحد اعلقك من بضانك؟ انت هددتني علنا في رساله مش هسيبك. هددتني؟ انا ما هددتكش علنا، انت اللي هددتني وشتمتني وقلت عليا انا قابض وانا هرفع. لا انت ولا الاخوان يفرقوا معايا، انا مش اي حد. بس لو انت راجل كامل اللي انت كاتبه في الرساله، انت بتهددني العواره، هتعمل ايه؟ هو لا مكتوب ان انت هنقعد قعده عرب عشان اخد حقي، ده مش تهديد، ده حق ليه بيتاخد. حقك انت ليك ايه؟ حقك ده مش حقك. مش انت بتقول ان انا قابض من الاخوان؟ انا عارفك اصلا، فين الكلام ده؟ قايل مع وائل الابراشي، قال دول صحفيين ضد الانقلاب وهم قابضين من الاخوان المسلمين وانا عندي مستندات. مين اللي قال لك قابضين ده؟ مين اللي قال لك؟ انت اللي قلت على الهوا، راجع الحلقه بتاعتك. انا قلت قابضين ولا قلت ده الصحفيين اللي ماضيين؟ لا قلت ماضيين، دول قابضين من الاخوان وانا عندي مستندات. قابضين من الاخوان؟ وعندي مستندات، قلت كده. يا راجل عيب، انت كده ما اتفرجتش حتى حكى لك. يعني انا مستغربك انت تمسك مثلا، انا عمري ما قابلتك ولا اعرفك، مسكت مقالي ايام محمد مرسي وقلت ان انا مبهدل محمد الامين وفتحه وكاتب عن فساده، دلوقتي تيجي تقول انا عليا قابض، مش متناقض مع نفسك كده؟ مين اللي اسمع بس كلام واضح؟ انت اتفرجت؟ ايوه اتفرجت والله العظيم، اتفرجت على الحلقه واتفرجت عليها في الاعاده. طب اتحداك لو انا قلت دول قابضين من الاخوان. طب خلاص هجيب لك انا اللي هجيب لك البتاع وابعته لك على الواتساب، هجيب لك المقطع نفسه. بس اسمع بس، لو طلع انك انت بقى كذاب تعمل ايه؟ لا اللي انت عايزه. طيب راجع الحلقه ولا حرف ان دول قابضين من الاخوان. خلاص هراجع الحلقه وابعت لك المقطع. اسمع بس، انا اتكلمت عن القابضين اتنين، وليد شرابي في القضاء وماجد شريطه، واتكلمت عن احمد منصور في الاعلام في التلفزيون فقط لا غير. انما انا قلت الاسماء، حتى قلت اسم محمود الشاذلي لو تفتكر. قلت وصاحبي تمام. انا قلت ان ده محمود الشاذلي، لان محمود الشاذلي عمره ما هبط زي ما انت بتقول لما قالوا لي ده بيهبط. وتنبأت قلت ان حتى من السلفيين مش من الاخوان. انا هبعت لك المقطع، هبعته لك بالميل المقطع بتاعك هبعته لك. انما بقى تقعد تقول لي انا مش بسكويت، انا مش عارف ايه، انا الكلام ده ما بيهزش يا ابني شعر الرب. لا معلش انا مش بسكويت فعلا، زي الناس اللي بتتكلم عليهم كده، لان انا شريف ومحدش ماسك عليا حاجه الحمد لله. ام الاخوان على ام الفلول على ام العسكر، انا محدش بيخوفني. طيب كويس ماشي. الام اللي انت بتقوله ده دي قضيتك انت الشخصيه، مش قضيتي. ماشي. بس مش حاجه اسمها عسكر، في حاجه اسمها جيش مصر المحترم اللي حاميك وحاميني. ماشي، ده رأي، ده رأي يا سيادة المستشار، ده رأيك وانا رأيي يختلف، لكن ان احنا نشتم بعض ونقول ان احنا قابضين لا. هو اسمع بس، انت لما قلت عسكر قلت لك عسكر وضربتك ولا قلت لك انا رأيي كذا؟ لا انت قلت انا عندي مستندات دول قابضين من الاخوان ودي القايمة وهقول لك الاسماء يا وائل، ورحت قايل الاسماء. طب اتحداك لو قلت قابضين. طب ماشي هبعت لك النص بيني وبينك كلامك. وبعدين ده مش انقلاب عسكري، ثوره حقيقيه و25 يناير هي الانقلاب. يا سيدي ده رايك انت، 25 يناير دي اعظم ثوره قامت في تاريخ مصر. ايه؟ 25 يناير دي اعظم ثوره قامت في تاريخ مصر. يا راجل ثوره مين؟ بتاع اسماء بقى تتهرج. يا عم انا مالي بديه، وانت بتجيب لي الاسماء اللي كده وتقول لي ما في ناس ماتت وناس شرفة كتير، وانت ليه بتدور على الناس الملوثه؟ انت فساد ايه وانت عمال تقول لي 25 يناير وكلها اسماء واسماء مش هذه والاسماء دي؟ يا عم انا مالي بالاسماء دي، بس 25 يناير ثوره حقيقيه في مصر. ما عنديش ثوره اسمها 25 يناير. ده رايك ده راي حضرتك. اسمع عندي انتفاضه محترمه شعبيه في 28 يناير لما الشعب ضرب. 25 يناير هو في ثوره عيال تنزل عشان عايز تهزأ الشرطه وعايز الشرطه تهزر؟ لا الثوره نزلت عشان عماد الكبير اللي كان بيحط له الضابط العصايه في طيزه عشان القمع، عشان امن الدوله اللي بهدل الناس، دي الثوره. يا عم امن الدوله ده ضرب امي ضرب عندي امن كلام لكن عماد الكبير ده عيل صايع بلطجي واللي عمل كده اتعاقب خد 50 اسلام عمل كده، خد ايه؟ راح فين اسلام؟ الضابط اللي عمل كده 7 سنين.
سنين. هي الثوره يا سياده المستشار بتقوم ان انا ادي كنز وبيبسي للضابط اللي معايا في الميدان، ولا الثوره بتضرب عليك قنابل مسيله والرصاص حي وتهرب وتقاوم وتجري؟ انهي ثوره؟